بص يا سيدي، في مجموعة من الأمراض بنسميها طفيليات الدم، ودي بتعتبر من أخطر المشاكل اللي بتقابل المربين والدكاترة البيطريين. الطفيليات دي بتعيش جوه الدم وبتأثر على كرات الدم الحمراء أو البلازما، بالتالي بتسبب مشاكل كبيرة للحيوان. يعني إيه طفيليات الدم؟ دي عبارة عن كائنات صغيرة جدا ميكروسكوبية زي البروتوزوا أو البكتيريا الطفيلية، بتنقلها حشرات زي القراد أو الناموس أو الدبان. أول ما بتدخل جسم الحيوان تبدأ تتكاثر جوه الدم وتكسر كرات الدم الحمراء أو تغير في تركيبها. عندنا كام نوع من طفيليات الدم المشهورة؟ أول حاجة البابيزيا، ودي واحدة من أكتر الطفيليات شيوعا، بتنقلها القرادة، بتكسر كرات الدم الحمراء وبتسبب أنيميا، وبتلاقي الحيوان تعبان ومش قادر يقف كويس. تاني نوع عندي هو السيليريا، بتنقله برضو القراد، بس دي مش بس بتكسر كرات الدم الحمراء، لكن كمان بتأثر على الغدد الليمفاوية، يعني ممكن تلاقي تورم في الغدد وتدهور سريع في الحالة. تالت نوع عندي بقى وده اللي اسمه التريبانوسوما، ودي بينقلها الدبان المصة للدم، بتأثر على الدم والجهاز العصبي وبتسبب هذلان شديد وفقدان للوزن. ورابع نوع عندي هو الأنابلازما، دي برضه شائعة جدا، بتأثر على كرات الدم الحمراء وبتعمل أنيميا، لكن غالبا أعراضها بتيجي بشكل أهدى شوية من البابيزيا والسيليريا. إيه هي الأعراض العامة اللي ممكن تشوفها؟ أول حاجة بيبقى عندي حرارة عالية، كمان بيبقى فيه خمول وتعب واضح، فقدان للشهية، لون الأغشية المخاطية زي اللثة بيبقى شاحب أو مصفر، كمان ممكن يحصل يرقان اللي هو الاصفرار بتاع العين، كمان أحيانا بتلاقي دم في البول خصوصا في حالات البابيزيا. طب إزاي مثلا لو جات لي حالة فيها الأعراض العامة دي بس أنا برضو مش عارف أحددها هي بابيزيا ولا سيليريا ولا الكلام ده؟ إيه بقى اللي بيميز كل نوع عن التاني؟ عندك مثلا البابيزيا، الميزة المشهورة ليها هي إن الحيوان بيجيب بول لونه أحمر غامق أو أسود، ودي بنسميها الهيموجلوبينيوريا. طب ايه اللي بيميز السيليريا؟ دي بيبقى فيه تورم في الغدد الليمفاويه، يعني بتلاقي الليمف نود اللي بتكون تحت الفك او قدام الكتف منفوخه وواضحه. طب ايه اللي بيميز التريبانوسوما؟ دي بيبان اكتر في شكل هزال سريع وفقدان وزن جامد، ومعاه اعراض عصبيه احيانا زي رعشه او اضطرابات في الحركه. الانابلازما، العرض المميز هو اصفرار العين اللي هو بنسميه اليرقان بشكل واضح، ومعاه انيميا شديده لكن مفيش بول دموي زي البابيزيا، ودي الحاجه اللي بتفرق ما بين البابيزيا والانابلازما. طب بتيجي ازاي؟ قلنا اهم ناقل هو القراد، وده السبب الاساسي في اغلب الحالات. كمان في دبان مص للدم او ناموس ممكن ينقل بعض الطفيليات، واوقات نادره ممكن يحصل الانتقال ده عن طريق ادوات ملوثه بالدم زي الابر لو اتكررت من غير تعقيم، ان انا مثلا احقن حيوان بنفس الابره كذا مره او حيوانات مختلفه وهكذا. ايه هي اهميه المرض؟ بتاثر اقتصاديا بشكل ضخم، لان الحيوانات المصابه بتقلل انتاج اللبن واللحم، فبتخلي المربي يخسر. كمان نسبة النفوق اللي هي الوفيات في بعض الحالات ممكن تبقى عالية جدا لو مفيش تدخل سريع. الخلاصة، طفيليات الدم من أخطر المشاكل اللي ممكن تواجه الحيوانات خصوصا في المزارع اللي فيها أوقات كتير. مهم جدا إن المربي يكون عنده وعي بالأعراض ويلاحظ أي تغير على حيواناته بسرعة، لكن التشخيص والعلاج لازم يكون عن طريق دكتور بيطري، لأنه محتاج فحوصات معملية ومتابعة مستمرة. سلام.